تعرف ان اينشتاين وتوماس اديسون اللي لحم كتاف العلم من خيرهم كان عندهم عسر قراءة وتشتت، يعني بيشوفوا الحروف بترقص فوق السطر او بيقروا سطر وينسوا اللي قبله كان بيقول ايه، ومع ذلك بقوا اينشتاين وتوماس اديسون رغم انهم ما كانوش عندهم اي ساعتها. لو انت كمان زيهم ما تقلقش، دي علامات شائعة لحاجة اسمها صعوبات التعلم، ومش معناها انك اقل من غيرك او ان ذكائه محدود حضرتك، بالعكس انت محظوظ اكتر من اينشتاين وتوماس اديسون، لان الاي ممكن يساعدك دلوقتي، وده لان صعوبات التعلم مش ضعف، هي اختلاف في طريقة معالجة المعلومات. ناس كتير قوي عندهم ديسلكسيا او ADHD او مشاكل في التركيز والفهم البصري، وهنا الاي بيكون اجدع من احمد السقا، لانه مش بس بيقدم ادوات تعليمية لكنه بيكيف المحتوى مع قدراتك المختلفة. اول اداة معانا اسمها جوتت، مصممة للناس اللي عندهم ديسلكسيا او صعوبات كتاب، وكمان بتقدم تصحيح املائي ونحوي. تاني اداة اسمها كلارو ريد، لو عندك مشكلة مع النصوص الطويلة وبتتخض منها، دي اداة قوية للقراءة بصوت عالي، هتساعدك على تحسين الفهم السمعي، وكمان بتدعم لغات كتير. تالت اداة معانا Otter.ai، بتتوها اثناء الشرح في الدرس وبتحتاج تراجع بعدين مع نفسك عشان تفهم كويس. الاداة دي بتحول الكلام في الدروس لمحاضرة مكتوبة. اما الاداة دي Kurzweil 3000، دي بقى منصة تعليمية كاملة للي بيعانوا من صعوبات التعلم، بتدعم القراءة والكتابة والبحث بالطريقة اللي تناسب الطلبة. واخر حاجة معانا TLDV، بتلخص مكالمات زوم وجوجل ميت، ومثالية لو فاتك جزء من الحصة او بتراجع محتوى كبير بسرعة. عايزاك تجرب اداة منهم النهاردة وتقولي عملت ايه، وما تنساش فولو اي سكول عشان هنقول حاجات من بره المنهج.